أهلا البنات، السلام عليكم ومرحبا بكم. نرحب بكاع المشتركات الجدد اللي انضموا للقناة. نقول لكم مرحبا بكم، ونرحب تاني بكاع المشتركات الوفيات. نتمنى ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وبصحة جيدة. ولا أول مرة تشوف القناة تاعي نقول لك أختي مرحبا بك. تفضلي اشتركي في القناة، فعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. نبدو الفيديو تاع نهار اليوم. بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. وانتم البنات كالعادة ما تنسوش ديروا لي جيم لهذا الفيديو وديروا لي تعليق شباب. اليوم حبيباتي راني عاود رجعت لكم. كل يوم تقصوا عليا يا ام ادم وين راكي وين راكي. الصراحه البنات انا ريحت شويه هادو الايام كيما شفتوا ما حطيتش معاكم كل يوم فيديو. بغيت نريح شويه باش نعاود كيما قالك نبدا معاكم من جديد، باسكو كنت شويه عيانه ما نكذبش عليكم. وعلى هذا نشكركم بزاف خواتاتي كاع اللي سقسيتوا عليا. شكرا حبيباتي، ربي يحفظكم ان شاء الله. انا راني بخير الحمد لله، وان شاء الله نتوما تاني كاع تكونوا بخير. المهم الفيديو تاع نهار اليوم ولا الروتين تاع نهار اليوم انا سميته روتين السعاده، روتين البساطه. وكما عودتكم وهذا هو المحتوى تاعي او الشعار تاعي في القناه، كل شيء على طبيعته. تاني وصفات سهله ومعروفه. الحاجه اللي بديت بها البنات هي الحرشه. حنا نقولوا الحرشه وكاين اللي يقولها الفطيره. الفطيره نتاع الفارينه. انا كنت باغي نديرها مع الحشيه القهوه، قلت علاش لا نشاركها معكم، ولكن نعطيكم يعني المقادير مضبوطه. هنا كيلت 3 كيسان نتاع الفرينه، درت مغرف كبيره نتاع السكر، الملح، نص كاس نتاع الزيت، ودرت باكي نتاع السكر فاني. من بعد خلطت كل شيء مع بعض وبسست هذاك الفرينه مع داك الزيت مليح مليح حتى يولي داك الفرينه تنحكم في يدينا. ودرت هنايا نص مغرف صغيره نتاع الخميره تاع الكاطو. خلطتها تاني، هي خليتها شوف حتى مع التالي عاد خلطتها. ومن بعد هنايا جبت كاس تاع الماء وغادي نبدا نلم في العجينه تاعي. هنا خواتاتي اول مره جربت لافاني في الحرشه يعني في الفطيره. ما مداريش نديرها، انا قلت نديرها بالك تعطيني اضافه، بالك تعطيني ذوق شباب. هي فعلا يعني تمد لك ذوق خفيف هكا تاع لافاني ما تحسيش بيه. المهم الحرشه تجي بنينه، واهم حاجه شغل قلعت هذيك البنه تاع الزيت. دي فوا في الحرشه نستبنوا ديك البنه تاع الزيت، بصح كي درت لافاني يعني ديك البنه تاع الزيت راحت، ولهذا غادي نولي نعتمد عليها. وحتى نتوما جربوها البنات. بون هنايا لميت الحرشه تاعي. كي نلمها ما نعجنش العجينه، نلمها فقط. وكيما شفتوا الكاس اللي لميت بيه بقى لي منه ربع، يعني كاس الا ربع لمت لي كاع هذيك العجينه. من بعد هنايا قسمت العجينه تاعي على 3 وغادي نسمسلها كيما نقولوا حنايا بالسميد. انا الحرشه تاع الفرينه نبغي نحلها بالسميد ماشي بالفرينه، يعني تعطينا لون شباب تتحمر لنا غايه في المقله. شوفوا البنات انا كيلت بالكاس وانتم تكيلوا يعني باللي راكم باغيينه، كاس يكون كبير ولا غرفيه، يعني على حساب الخبزات اللي راكم باغي ديروهم. بون هنايا بعد ما رمتهم في هذاك السميد غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. من الاحسن البنات تخلوهم يرتاحوا نص ساعه. انا من داك كيما نقولوا حنايا صورتها معاكم وبغيت نكمل معاكم الفيديو، خليتهم يرتاحوا واحد 6 دقائق ولا. هي كي ترتاح هاد العجينه تاع الحرشه تقدروا تحلوها بالخف، يعني تجيكم ساهله. ميم تقدروا ما تستعملوش كاع الوراق، غير بيديك كيما هكا وتحليها. والطريقه اللي نديرها انا وعلمتها لي ماما، دايما هي ديرها باسكو هي دير الحرشه بزاف، خوتي يبغوا بزاف الحرشه. ترون العجينه تاع الحرشه الصباح، وفي الحشيه يعني تلقاها واجده، غير تحلها كيما هكا وطيبها. يعني انا تاني هذه وليت نديرها كي نبغي ندير الحرشه، كي ندير فطوري ونكمل نغسل المواعين وكاع، نرون هذيك العجينه تاعي نقطعها كيما هكا نخليهم يرتاحوا مع الحشيه. كي نجو باين نتقهوى غير نحلها كيما هكا ونطيبها. ميم تاني اذا بغيتي ديري الحرشه الصباح رونيها في الليل وديريها الصباح، هكا تجيك ساهله والعجينه ترتاح، ويعني تجيك حرشه ما شاء الله. من بعد ما حليتها هنايا جيت درت لها ثقوب كيما هكا بالكارفو وطيبتها على نار متوسطه. ما نقصلهاش النار هكا باش ما تيبسليش في الطياب وتبطى، وتاني ما زيدتش للنار هكا باش ما طيبليش بالخف، يعني تحمر بالخف من الداخل تقعد خضره كيما نقولوا حنايا. وهذه هي يعني الحرشه راها حاجه سهله بزاف. يعني المهم انا بغيت نشاركها معكم، علاش لا كلشي كيما قال لك شاركتها معكم جات في الحرشه. وهنا شوفوا البنات ما تضحكوش عليا باش تحمر لي هاد الحرشه مليح، حكمت هاد البراد الصغير تاع لاتاي وقعدت نضغط عليها كيما هكا باش تحمر لي غايه. هي نورمالمون كاينه عفسه كيما هكا سبيسيال يضغطوا بها على الحرشه ولا الخبز ولا باش يتحمر غايه، مي انا ما عنديش واستعملت يعني اللي كان عندي. كان قدامي هاد البراد اي استعملته، قعدت هكا نضغط عليه حتى اللي تحمرت لي غايه هاد الحرشه. وهذه هي البنات شوفوا يعني صراحه كي نشم ريحه الحرشه ريحه الخبز، يعني هاد الصوالح في الدار، هاد الصوالح الساهلين اللي كانوا يديروهم
منا مواتنا وكاع، باسكو دركا ولينا نديروهم من رواحنا، يعني نحس بواحد الطاقة إيجابية، تجيني واحد الفرحة مانيش عارفة علاه. يعني ماما كي دير لنا الحرشة ونشم ريحتها والله لا نفرح البنات، يعني أنا نبغيها البنات. وتعجبني هكا من خفيفة بالخف تخدمي هكا مع القهوة، ولا وانا نبغيها كترة مع القهوة كحلة. ومازالني زعما لحد الآن كي نروح لدارنا ماما الصباح ديرها لنا ولا مع الحشية، ودركا ولات تديرها على خاطر آدم ماشي على خاطري. وإن شاء الله ربي يخلي لنا مواتنا ويحفظهم وربي يطول في أعمارهم إن شاء الله يا ربي. المهم هنايا راني طيبت هاد الحرشة، وهاد البراد كيما قال لك عاوني باش حمرت لي غاية هاد الحرشة. جربوها البنات، ديروا مثلا أي براد يكون عندكم ولا بتاع البراس هذيك، المهم اللي يكون عندكم اللي يكون حاضر سلكوا به كيما سلكت أنا. وهذه هي الحرشة تاعي من بعد ما وجدت حمرت لي غاية. تاني هذيك المغرف تاع السكر اللي نديروها في الحرشة هي تساعد باش هكا تتحمر. وإذا عندكم الحسل ديروه في بلاصة السكر، ديروا مغرف كبيرة نتاع الحسل هكا تتحمر خير. هذه هي غادي نجي نقسمها. هي الحرشة نورمالمون نقسموها بيدينا، انا هكا بغيت نقلشها نقسمها كيما هكا بالخدمه. شوفوا هنايا كيفاش جاتني، قلت لكم انا درتها رقيقه، السمك تاعها درتها رقيق، جات مقرمشه وجات بنينه. يعني سورتو كي درت لها ديك لافاني، جربوها البنات بلافاني وردوا لي الخبر. وكيما هكا مادامني قلشتها جبت لها انا هذا البلا حطيتها فيه كيما هكا. انا شوفوا كيفاش تجي. ايوا هنا قعدت نستف فيها ونخير، هذه عجبتني لا نردها، هذه ما عجبتنيش نستيكي، قلت غير هذا الطبسي واللي باقي نعاودو ندورو عليه. هكا مادامني صورتها معاكم نزوق الحاله. وهذه هي خواتاتي. ومن بعد هنايا طيبت معاها قهيوه كحله. قلت لكم انا الحرشه نبغيها بالقهوه كحله، وكل وحده واش تبغي. انا هنا وجدت سنيه تاع القهوه وحطيتها مع زوج تيت قهوينه. هيا وراكم عارفين خواتاتي سنيه تاع القهوه فيها الهضره فيها الجماعه، وانا هذا ما نبغي نموت على سنيه تاع القهوه والجماعه تاع القهوه. مع رانا نتقهووا ونزيدوا نستنوا المسلسل تاعنا يبدا حتى الخمسة، راه شاد فينا، راه مخلينا دائما روطار على صوالحنا، يكمل حتى للستة. وهذه هي خواتاتي، الله يدومها نعمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون عجبتكم برك. يعني بغيت نشارككم جو خفيف ظريف، يعني الحرشة ماهيش حاجة صعيبة، أنا برك راني شاركت معكم الطريقة. هذا ما كان خواتاتي، وإن شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. من بعد ما كملت هنايا نولوا الكوزينة تاعنا، بعد ما نقيت وكملت وبغيت نبدا في الحشا. شوفوا هنا آدم شراه يدير، عنده هذا اللوطو كل يوم يحل فيها كيما هكا ويعاود فيها، كل يوم يحلها ويعاودها، صا ديبون شنو يدير فيها كل خطره وكيفاه. انا قلت نصورها لكم الا راكم ساعات تسقسوني على ادم. ها هو لا ادم، شوفوا راه باغي يعاودها حتى بالسكوتش، وكل خطره فاش يشد ولدي، خطره في ستيلو والورقه، خطره في الواطه، خطره في هذه، كل خطره وكيفاه. المهم ربي يحفظ ولادنا وربي يسترهم ان شاء الله ويعطيهم الصحه والعافيه. واللي محرومه نقول لك ان شاء الله ربي يرزقك بالذريه الصالحه، ربي يفرحكم كاع البنات، كاع تستاهلوا. وهنا شوفوا راه يلعب مع بنت عمه، شوفوا هي تبغي صوالح ادم، ما تبغيش كاع صوالحها، حاجه اللي عند ادم تروح لها. ربي يسترهم ويستر كاع وليداتنا ان شاء الله. من بعد هنايا شوفوا غادي نوريكم شنو دايره في الكوزينه. هنا كان عندي قزبر كنت نقيته وغسلته وخليته يتنشف هكا باش نديره ربطات وندسه في الكونجيلاتور. هنا ما بغيتش نعاود معكم كاع الطريقه، تقولوا لي ادم مالكي غير تعاودي لنا. تاني هنا كنت دايره حشا البنات، شوفوا كنت دايره الخرشف ما بغيتش تاني نعاودها معاكم البنات. ومن داك كان عندنا قعد يومين تما يليق لي نديره. وانا درتها هذه المره بالحمص، المره اللي فاتت كنت درتها معكم بالزيتون بنفس الطريقه، يعني في بلاصه الزيتون درت الحمص هنايا كنا ديجا مطيبينه ودايرينه في الكونجيلاتور، باسكو على هذا الحمص يدينا الوقت في الطياب. دونك خليته هو التالي كاع كي طابت لي البطاطا مع الخرشوف عاد رميت هذاك الحمص. خلينا دركا من الخرشوف. غادي نشارك معكم البنات المعقوده، هاد المعقوده اللي غادي نشاركها معكم اليوم تاع الفارينه. المره اللي فاتت كي درت معكم المعقوده بلا فارينه قلتوا لي ادم عاوديها لنا بالفارينه، غادي نعاودها لكم اليوم. ليسونسيال قبل ما نبدا فيها شوفوا هنايا حطيت في البوطاجي، قعدتوا عليا ادم مالكي خلى البوطاجي خاوي مالكي. انا صراحه ما شريت له حتى حاجه، برك صوالح اللي كانوا عندي. حطيت هاد ليناف كيما هكا، هاد الفازه كانت عندي حطيتها هنا في الكوا. وهنايا جبت تاني حطيت لاناب هادي، وجبت هاد القريعه نتاع الزيت، قلت انا نجبدها نحطها بالك تعمر البوطاجي وهكاك. وهاد اللمسات البسيطه، هاد الاضافات البسيطه عطات نظره شابه للبوطاجي. وهذا ماهوش تغيير ولا حاجه، بالنسبه للتغيير والاضافات انا ما نهضرش عليهم دروك، حتى نهار اللي نطبق على الاقل بديت بهاد الصوالح البسيطه بلا ما فتحها ربي ان شاء الله يا رب العالمين.
نولّو هنايا دركا للمعقودة، البطاطا تاع المعقودة فوّرت 3 حبّات تاع بطاطا حجمهم متوسط، ما بغيتش نكتّر باسكو علاه راني دايرة الخرشوف، هي زوجتي هي اللي قالت لي كان زدتي معاه شوية معقودة، قُلت أنايا مين غادي نديرها بالفرينة ونشاركها معاكم. بون هنايا هاذيك البطاطا مرّستها ما تمرّسوهاش بزاف، أنا مرّستها بهادي ولا بالكارفو كيما تبغوا، بون نمرّسها ومن بعد نديها للفريجيدير نخلّيها تبرد مليح، مليح. من بعد هنايا جبت شوية تاع القزبر قطّعته مع تاني شوية تاع المعدنوس مقطّع، الملح، شوية نتاع الحرور، شوية نتاع الكمون. من بعد جبت هاذيك البطاطا من بعد ما بردت حطيت هاد المكونات كاع عليها، جربوا البنات المعقودة بالقزبر والمعدنوس مع بعض وردوا لي الخبر. من بعد هنايا زدت 2 حبات نتاع البيض، يعني في المعقودة نتاع الفرينة ما نكتروش بزاف البيض، وفي المعقودة اللي بلا فرينة نديروا البيض بزاف. هنايا شوفوا الحبات تاع البيض اللي درتهم حجمهم صغير وجاتني نيشان، يعني أنا مضاني في الكمية هذه ندير 3 حبات تاع البيض يكون حجمهم كبير، فوالا. من بعد هنايا جبت الفرينة وجبت شوية تاع الفرماج، هاد المعقودة باغي نفرسيها بالفرماج، وهنا كنت نسيت الثوم، درت برك سنينة كبيرة هاكا نتاع الثوم، ربيتها، زدت هنايا شوية تاع الملح باش ما تجينيش صامتة، ومن بعد خلطت بعد ما درت هذاك الثوم، نتوما ديروا مع البدية أنا برك نسيتها. جبت هنايا شوية تاع الماء باش تساعدني باش نشكل هاد الحبات تاع المعقودة، من بعد هنايا عمرتهم بالفرماج، تبغي تعمريها بالفرماج ولا تخليها كيما راها، أنا برك بغيت نقلشها. وهنايا نشكل شحال من حبة قبل ما نبدا نقلي، يعني ما نشكلش ونقلي على قدايا هكا باش تساعدنا. شكلتهم حطيتهم في الفرينة وجبت هاد الحبات باش نبدا بيهم، راني دايره زيت يحمى ودرت بابي في هذاك الطبسي هكا باش كي نقلي هاد المعقودة نحطها في هذاك البابي باش يشرب منه الزيت. وهنايا شوفوا رمّيتهم كاع في الفرينة، ومن بعد نبدا نشكل فيهم، لازم الحبة تاع المعقودة هذه تكون معمرة بالفرينة، يعني تكون هذيك الفرينة مغطيتها كاع هكا باش ما تنحلناش في المقلة. هنا نشكلهم ونديرهم على شكل خبيزات ونبدا نقلي فيهم، لازم الزيت تكون حامية، نطيبوهم على نار متوسطة، ماشي مجهدة بزاف وماشي ناقصة، غادي كان تكون ناقصة غادي هاد المعقودة تشرب الزيت، وكان تكون مجهدة غادي بالخف طيب. وهاد المعقودة رانا درناها في الفرينة، تما وكان نزيدو النار غادي هذيك الفرينة تنحرق والزيت ينحرق وما نقدوش نكملوا نقلوا كاع هاد المعقودة في هاد الزيت، دونك نار متوسطة تقلي كاع الكمية تاع المعقودة اللي تكون عندك. وشوفوا هنايا البنات يعني راني نقلب فيهم بسهولة، ما نحلتليش كاع، ودرت فيها كيما شفتوا غير 2 حبات تاع بيض صغيرين. وهذه هي شوفوا المعقودة من بعد ما تحمرت، تبغي تحمريها أكتر من هاك ولا كيما نقولوا طيبيها صفرا، يعني كيما تبغي، المهم جات بنينة وتشهي، سورتو كي عمرتها بالفرماج جات ما شاء الله. هنا تاني كفكرة البنات بغيت نعطيها لكم، تقدوا هاد المعقودة تعمروها من الداخل بالبيض يكون مغلي، بيض فايض كيما نقولوا حنايا، كل حبة تقسميها على 3 وتقدّي تعمريهم، وهاد الوصفة كنت درتها ديجا في القناة، إن شاء الله يعني إذا بغيتو نعاودها لكم. وهذه هي المعقودة شوفوا من بعد ما طابت، شوفوا الحبات يعني ما نحلو ما والو، الطريقة سهلة وناجحة 100%. وكيما شفتوا يعني هاد المرة فوّرت البطاطا ما طيبتهاش في الماء، دونك هاد المعقودة ديروها لحشاكم إن شاء الله. هنا غادي نحط 2 طباسة، شوفوا راني نوريكم كل حبة كيفاه، والخرشوف ما عاودتش وريته لكم، يعني ديجا كي راني درتها معاكم هكا باش ما نضلوش نكرروا، أنا فقط هكا من داك دايرتها الحشا وريتها لكم علاش راني داخل في الروتين. هذه هي خواتاتي، هنا رانا وصلنا لنهاية الفيديو اللي إن شاء الله يكون عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجوا الفيديو، ونقول لكم حبيباتي تهلاو في رواحكم، ونتلاقوا إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.